والراسية ممكن والهدف الأول. نعم والهدف الأول يأتي في الدقيقة الثالثة مشاهدينا الكرام. هذا هو السيناريو الذي كنت أتكلم عنه، هذا هو السيناريو المثالي اللي ممكن يحدث مشاهدينا الكرام. سقراط جاب الجديد، سقراط جاب الجديد. نعم في هذه الأثناء إذا سقراط يفعلها ويسجل محور الدفاع. نعم على أفضلية مغربية من خلال أول كرة وأول هجمة. يلعب سقراط، اسماعيل العود، ينطلق اسماعيل، يمشي اسماعيل، يراوغ اسماعيل، يمرر اسماعيل والكرة في منطقة الجزاء والثاني غير معقول. الثاني يضيع، الثاني يضيع. كان بإمكان المنتخب المغربي يسجل الثاني عن طريق الداودي على الصورة. الداودي كانت عندك فرصة كبيرة، هذه هدية يا الداودي. هذه اللمسة والتحضير والكرة وانطلاقة من الطرف الأيمن الآن عن طريق موهوب والتمرير من يتابع والتسديد يضيع على الهدف الثاني. العرباوي كان قريب من الهدف الثاني، بإمكاننا نسجل أهداف أخرى، بإمكاننا نسجل. تالي الصدارة برتغالية والوصافة للساموراي الياباني. انطلاقا من حمزة بوحدي يرفع كرة، هذا الثاني هذا الثاني هذا الثاني والجدار الدفاع لكاليدونيا. يأتي الهدف الثاني إن شاء الله. هذه كرة للسعيدي، السعيدي يرفع كرة السعيدي وبالراس والهدف الثاني كان قريب، والهدف الثاني كان قريب. هذه كرة للحيداوي يلعب في العمق ممتازة والكنترول الداودي. اوه فيها خطأ، فيها خطأ اللقطة الماضية والثاني ينادي، الثاني ينادي. نعم قلت لكم بأن الشباك ستهتز للمرة الثانية. نعم والصورة واضحة. وليد بن صلاح يدون ثاني واشرب يا نبيل يا با. الصورة تتغير والمنظر يتغير بلمسة قاتنا أمام البرتغال، واليوم في أحلى بداية أمام كاليدونيا. هذه الإعادة النشيط على فكرة رائع. هذا اللاعب بوحدي حمزة يلعب لي الداودي، داودي يرفع الداودي والهدف الثالث. نعم والهدف الثالث عن طريق اللاعب وليد بن صلاح. يا من منتخب مغربي هجومي، يا من منتخب مغربي مذهل في هذه اللحظات. 17 دقيقة 3-0 للمنتخب المغربي. منتخب يولد من جديد ومنتخب ينطلق من جديد ومنتخب متعطش الى الانتصار يا نبيل يا با. 3. لاحظ بان منطلق العمليات تاتي من هذه الجهه. ها هو حمزه يظهر من جديد، حمزه يمشي بالكره، داودي عندك المجال، داودي يعكس كره والهدف الرابع يضيع غير معقول. لازم يا شباب نستغل الفرص، لازم يا شباب نستغل مثل هذه الفرص. هذه فرصه سهله لا تضيع. مستوى مشاركات المنتخبات في البطولات العالميه. هذه انطلاقه من الجهه اليمنى لفائده الداودي يعكس كره الداودي والرابع ينادي، موهوب. لا زالت يا موهوب الى اين الطريق يا موهوب. العرباوي وبالعرض العرباوي من يتابع في المراوغه. داودي مرر والتسديد. عندهم حارس ممتاز قطران يمنع يطلبها. اللمسه الطويله الان، كره طويله في اتجاه داودي ممتاز. الداودي عندك الكره الان، يعمل كنترول، يدخل الداودي يطمع فيها الداودي. هذا هو اللي تكلمت عنه. الكرة أقل من 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، والمتابعة بتمريرة هنا داخل منطقة الجزاء. بالكعبة تتحضر والتسديد والرابع. نعم والرابع وإن تأخر ولكنه يأتي قبل دقائق من الجولة الأولى. برافو الداودي وسط الصيغان ووسط مدافعي المنتخب. نعم الكاليدوني بين الداودي وبها. هنا البديل يدخل، هنا التعزيز الهجومي يحضر ومعه يأتي الهدف الرابع يا نبيل. إذا محمد غانم في أسبايرزون. هذا هو حمزة بوهدي، حمزة يراوغ ممتاز. حمزة يرفع كرة في القائمة الثاني في اتجاه زياد، لا زالت مغربية والكرة بالعرض من جديد والخامس. نعم الفستيفال يتواصل، الكرنفال يتواصل، الأشبال يواصلون الزئير. هنا الخامس في هذا الشوط الأول وخمسة وخميس. هنا في عرض ممتاز، عرض فاخر للمنتخب المغربي. هنا في أسبايرزون يأتي الداودي ويعود الداودي. تلعب الركنية هنا بالعرض والراسية والهدف السادس. نعم الهدف السادس. كل الطرق تؤدي الى الشباك، كل الطرق تؤدي الى الشباك. نعم الطريق سالك نحو المرمى، كل الطرق تؤدي الى كاليدونيا الجديدة، بل الى مرمى كاليدونيا الجديدة. هذه الإعادة مرة أخرى. الراسية المغربي السعيدي لمن السعيدي يرسل طويل، الكنترول والسابع. نعم السابع ياتي في الشوط قياسي. نعم 7-0 سيابا ينضم الى المسجلين في هذه المباراة. ما احلى هذا الشوط، ما اروع هذا الشوط. سكور نعم تاريخي بالنسبة للمنتخب المغربي. اذا كنا خسرنا بس 6-0 امام البطولة العالمية، وان شاء الله تبقى خفاقة هنا في مونديال الناشئين. هنا نهاية شوط مباراة اول مثالي، الاروع والاكمل ونكسر رتمنا. عموما ننتظر، انا اتمنى ان يكون محق واتمنى ان يكون امور تمشي. إذا ترقب انتظار. هنا الكرة تسدد مباشرة والهدف الثامن الخلفي مباشرة إلى الشباك. أنا ما أقول لكم بأن مرمى كاليدونيا نعم باتت مفتوحة تماما. الطريق نحو مرمى كاليدونيا لا زال مفتوح، والهدف الثامن الخلفي. وما أجمل صورة جماهير المغربية التي توازر. شوف الإعادة، تسديدا لم يلمسها. الآن مسجل عنده قيمته، ممكن يقربك للدورة القادمة. هذه كرة عن طريق بوحدي داخل منطقة الجزاء العرضية والهدف التاسع. نعم
سرعان ما يتم التدارك عن طريق زياد بها في أقل من 5 دقائق يتم تسجيل هدفين. صرنا 9 أهداف مقابل لا شيء. إذا كنا نتحدث بل تحدث كثيرون عن السقوط المدوي أمام البرتغال، ولكن اليوم سنتحدث عن أكبر نتيجة في تاريخ المنتخبات الوطنية. لازم نبقى على نفس الإصرار ونفس العزيمة، وكأن المباراة 0-0. هذه كرة وتسديدة لكن حارس المرمى نفكروا صراحة. هذه كرة على جهتها اليمنى، إمكانية رفع الكرة العرضية. زياد والعاشر عن طريق اللاعب الحداني. العاشر مباراة للتاريخ وسكور تاريخي في تاريخ المنتخبات الوطنية. نعم، في مشوار المنتخبات الوطنية لأول مرة يحدث ذلك 10 أهداف مقابل لا شيء. نعم 10 أهداف. نتكلم على البطولات العالمية، المباريات الرسمية. هكذا نصبر انه الآلة الهجومية لا تتوقف. سعيدي يتقدم، سعيدي والهدف ال11. الهدف الحداني يظهر مرة أخرى. ألم أقل لكم بأن الحداني نعم مهاجم بمواصفات خاصة. الحداني اللي أعطى مؤشرات كبيرة جدا في اللقاءات الودية الماضية، والحداني يظهر مرة أخرى نعم ويسجل الهدف ال11. الفيستيفال يا سادة يا كرام، الكرنفال يتواصل. أشبال الأطلس نعم يبدعون ويمتعون. وسيم، يلا يا وسيم، علي يا وسيم، العرضية يا وسيم، هذه ممكن تكون أعلى. والتسديدة روعة الجول يا عبد الله يا وزان. اخيرا لا يمكن الا يسجل وزان في هذه المباراه باي صوره وباي طريقه. عبد الله وزان يسجل الهدف ال12. صار عندنا زائد 4 مشاهدينا الكرام، صار عندنا زائد 4. نعم النسبه العامه في مصلحتنا. المغربي الحيداوي كره في منتصف الميدان. عبد الله وزان على الطرف الايمن. يلا 13. نعم الهدف ال13 للمنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام سجل يا تاريخ. شخصيا هذه اول مره اعلق على مباراه وصلت فيها النتيجة إلى هذه المحصلة وإلى هذا الرقم. وشيء جميل أن مع منتخب مغربي، منتخب بلادي، زينة مع المنتخب المغربي. واصل الكرة على جهته اليمنى. هذه فرصة الهدف، هذه فرصة الهدف. وال14. نعم 14. المهرجان لا يتوقف، الفيستيفال المونديالي لا يتوقف. اسماعيل العود يسجل الهدف ال14، وهي نفس عدد الأهداف المسجلة في الجولة الأولى. 14-0. تاريخية بصراحة، تاريخية في هذا المونديال. الروح اللي مطلوبة في مثل هذه المناسبات. مشاهدينا الكرام، الأمامية البينية والمراوغة والتسديدة. الهدف ال15. 15-0. نعم 15-0. مشاهدينا الكرام، يا سلام يا اسماعيل، يا سلام على أدائك وعلى مهاراتك وعلى أهدافك، لأنك سجلت ورجعت مرة أخرى لتسجل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. النتيجة يا ناصر المنتخب المغربي. وسيم الدرداك ينطلق سريع. وسيم يتوغل العرضية والهدف. نعم عبد الله وزان. الماكينة الهجومية لا تتوقف. هو عبد الله وزان. لا زال المنتخب المغربي يسجل 16-0. وما أجمل هذه الأجواء. العلم المغربي والهتافات المغربية في مختلف البطولات القارية والدولية. انتهت المباراة 16-0 مشاهدينا الكرام للمنتخب المغربي. نقول